قصة بهوليود، بصناعة السينما العالمية، بخيال كاتب خيال واسع ما يقدر تروي قصة المرأة اللي قتلها الحر هي ووليتها الوحيد، وقالت الرجل راح اخذه ونروح للمول نشتم شوية هواء بارد بالمول، وهناك بدل ما الهواء البارد يقطعوه الفاسدين على الشعب لقت الموت ينتظرها. اخذ الموت لوليتها وحطتها قدامها، وبلحظة وداع نادرة اقوى مخرج واقوى سيناريست ما يقدر يكتبها، لكن هاي الحقيقة بالعراق. شيل التليفون على رجلها تقول له برين الذمة، ابنك مات والنار وصلتني، وتنام عليه، ومن يجون يشيلونها يلقون الولد مخلوق من الدخان بس الأم مفحمة. هاي صورة شعب العراق، يقابلها صورة لفاسدين باعوه قبضوا ثمن بيه. صارت القصة الولد الفاعل صاحب المول ما حد يعرفه منين، ما حد يعرفه تابع المن، واحد يقول بظهره نائب، واحد يقول بظهره زعيم، واحد يقول بظهره كذا، لا عنده موافقات لا عنده كذا، والقصة انحالت للجنة التحقيقية.